هيلعب باك ليفت. باك ليفت مكان رمزي خالد. بالظبط. انا عارف الموضوع ده يعني انا وممكن ايمن حفني ما يلعبش المباراه. محمد اشرف على فكره عشان عنده محمد اشرف اللي سائل السؤال ده. ايمن حفني كمان ممكن ما يبتديش لان هو الوحيد اللي عنده انذار فرقه مصطفى فتحي عشان يلعب بالمباراه النهائيه. وعرفت كمان من في رساله الدور ان كمان الكابتن مؤمن سليمان قعد مع مصطفى فتحي اكتر من تلت ساعه بيتكلم معاه، فاكيد المدرب بيحفز وبيديله الواجبات بتاعته. اعتقد هي ما بيبقاش كده لغايه المدير الفني يقعد وقت مع واحد لوحده، فمعناها اللي فيه واجبات بيقولها له داخل المباراه. بس انا يعني خلينا نقول حاجه سريعه كده عن مباراه الزمالك. نادي الزمالك بيلعب مش بالفريق القوي من وجهه نظري، عليه اللي هو ينسى 4 الشوط الاولاني عدى ده الشوط الثاني ينزل مركز. وانا بقول ان شاء الله الزمالك قادر اللي هو يحقق فوز خارج ملعبه. طيب خلينا برضو هنتوقع تشكيله الزمالك واعتقد ان هي معروفه. يعني احمد الشناوي في حراسه المرمى، علي جبر واحمد ديودار في قلب الدفاع، اسلام جمال ناحيه الشمال، ناحيه اليمين احمد توفيق، في نص الملعب هيلعب ب3 في نص الملعب، طارق حامد وقدامه ابراهيم صلاح على يمينه ومعروف يوسف على شماله، وثلاثي هجومي باسم مرسي المهاجم، شيكابالا ومصطفى فتحي. ده التشكيل الاقرب لنادي الزمالك بكره. العدد قليل فبالتالي يعني بتبقى قريبه قوي بس بنسبه كبيره او بنسبه كبيره معاك بقى ستانلي، معاك ايمانويل مايوكا، ايمن حفني، رمزي خالد، جنش. مع موضوع ايمن حفني ده 100% واحد من اللعيبه المهمه في مصر مش في نادي الزمالك بس، ولازم يبقى معاه ان هو يقعد احتياطي عشان ما ياخدش انذار، ولا معاه ان هو يلعب؟ لا ما يلعبش. ما يلعبش. لا معايا النهارده لو اخد انذار المباراه النهائيه مع احترامي هتقول لي ده نهائي برضه، لكن لا في 4-0 النهارده. فاهم؟ لا اريح اللعيب بتاعي عشان استفيد منه في المباراه النهائيه. وكمان هقول حاجه لايمن حفني او المدير الفني لمنتخب مصر. انت النهارده عندك مشكله في محمد صلاح، العب الكره محمد صلاح. طب محمد صلاح وحش، طب مش عارفين نوصل الكره محمد صلاح، هنعمل ايه؟ لا اللعيبه المهاريه لازم يبقى ليها دور. ايمن حفني لازم يبقى ليه دور في منتخب. طيب خلينا نروح لزميلنا هاني حتحوت من المغرب بيقول لنا ايه اللي حصل في تدريب نادي الزمالك النهارده، التدريب الاخير قبل مباراه بكره ان شاء الله. سامع كده ان نادي الوداد قدم للجنه في الاجتماع الفني اللي هو عايز يلعب بالتيشيرت الابيض، يعني بيضايقوا الزمالك شويه. هاني ازيك يا هاني؟ ازيك يا كريم؟ برحب بيك مره ثانيه وبرحب بكل النجوم في الاستوديو وكل المستمعين. الله يخليك يا هاني. يعني ايه الاخبار عندك بالنسبه لنادي الزمالك النهارده في التدريب الاخير وايضا في الاجتماع الفني اللي تم؟ طيب خليني اقول لك الاول، لو انت سامع صوت طبله جنبي فدي طبله جمهور نادي الزمالك. وصلوا دلوقتي حالا الرباط، فاحنا عند محطه القطر في الرباط. وصلوا من كازابلانكا تحديدا يعني ربط الالترا فلايت نايت. وصلوا دلوقتي هنا الرباط وناويين ياخدوا المسيره بقى من هنا لحد فندق اللعيبه علشان يتفقوا قدام معاك يا هاني. هو الصوت بعيد شويه. في مشكله. طيب يرجع لنا عقبال ما يرجع لنا تاني هاني حتحوت. يعني بيقول ان جماهير نادي الزمالك وصلت مدينه الرباط في محطه القطر، وهيكون متواجد بكره حوالي 150 160 مشجع زملكاوي يآزر نادي الزمالك. واعتقد نادي الوداد هيخصص مدرج لنادي الزمالك. طبله جنبي فدي طبله جمهور نادي الزمالك. وصلوا دلوقتي حالا الرباط، فاحنا عند محطه القطر في الرباط. وصلوا من كازابلانكا تحديدا يعني ربط الالترا فلايت نايت. وصلوا دلوقتي هنا الرباط وناويين ياخدوا المسيره بقى من هنا لحد فندق اللعيبه علشان يتفقوا قدام الصوت بيروح ويجي. هاني طيب عقبال ما يرجع لنا تاني هاني حتحوت، كابتن سامي توقعاتك ايه للماتش بكره سريعا كده؟ يعني بص هو ماتش صعب. انا شايف ماتش صعب مش سهل، ومش عايز توصل للجهاز اللي قاله شادي. انت جايب 4 يبقى ريح، لا مش عايزه توصل لدي. انت عارف بس هو برضه عنده مصطفى فتحي لعيب مميز. يعني هو طبعا شادي عنده خبرات كبيره جدا في الموضوع ده، وكلنا لعبنا افريقيا والكلام ده كله. ما تضمنش غدر الكوره. انا ما اضمنوش الكوره، انت عارف في ثانيه تقلب. فانت ما توصلكش حته ان انت كسبان 4 فراح مستريح، لا انت اعمل حسابك النتيجه لسه في الملعب، ولسه انت ده شوط خلص والشوط الثاني لسه ما دخلناهوش. فبالتالي ده اللي حصل في النادي. الفرحه كانت قليله جدا، الفرحه كانت خلاص خلصت الماتش قفلت صفحتك بتفكر في الصفحه اللي جايه. فانا اتمناها ان شاء الله ان بس اول ربع ساعه وثلث ساعه
تعدي بشكل كويس بالنسبه لنادي الزمالك، لان هيبقى في ضغط جماهيري كبير جدا، لان في ازمه حصلت بالنسبه للمباراه الماضيه. انت عارف الازمه، واتعملت ازمه كبيره جدا ان مستشار مرتضى حصل ان هو موضوع ان هناك زعلانين من الموضوع ده، متخيلين ان كان حصل لهم فشاحنين الجماهير بتاعت المغرب كلها، والتذاكر بنسبه كبيره مش بالرغم ان هم مش بيلعبوا في ملعبهم، لكن بيقول لك التذاكر بشكل كبير خلصت او خلاص، ان هم شعبيه كبيره كبيره جدا. فبالتالي النهارده في شحن كبير جدا، غيروا الجهاز الفني في بعض اللعيبه منهم حارس المرمى والمهاجم شالوهم، فبالتالي بعتقد المباراه مش هتبقى سهله. النتيجه ايه تتخيلها بكره؟ اتمناها تعادل، يعني اتمناها تعادل بالنسبه للفرقه، لكن انا بقول ان هي مباراه مش سهله بالنسبه لنادي الزمالك. شادي؟ لا النتيجه بقى انا بقول سريعا النادي الزمالك. انا بتكلم الكابتن سامي يتكلم باحساس المدرب واحساس اللي هو متواجد في نادي الزمالك، انا بتكلم بالاحساس الفني. الفريق نادي الزمالك مش بالفريق اللي يجي فيه 4 اهداف، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. ولا النجم كان يجي في 3 وانت بتلعب 10. انا فاهم انا فاهم. ولا الزمالك اللي يجي فيه 5 وهو بيلعب النجم بره، يعني في حاجات بتبقى انت عارف لكن نادي الزمالك انا شايف بالفريق دوت والاداء ده نادي الزمالك بكره ممكن نتيجه تبقى 1-1. هنرجع تاني لهاني حتحوت في المغرب. اتفضل يا هاني. كريم مره ثانيه برحب بيك. كنت بقول لك ان جمهور الزمالك وصل حالا للرباط وقرروا ان هم في الهتاف يتوجهوا من مقر المحطه لحد فندق نادي الزمالك، هيهتفوا هناك هتافات تشجيعيه للعيبه اللي رجعوا دلوقتي حالا من الفندق، قبل بعد كده ما الجمهور بقى يتجه انتظارا لمباراه بكره ان شاء الله. لعيبه نادي الزمالك اتمرنوا بالفعل، التمرين بدا الساعه 8 مش الساعه 9، تمرين الساعه 8 هنا التوقيت، يعني قبل ميعاد المباراه بساعه اللي مقرر بكره ان شاء الله. والتمرين كان يعني سياج من السريه، يعني ممكن نقول له زياده عن اللازم. منعوا دخول حتى اي صحفي الربع ساعه المقرره من الاتحاد الافريقي لحضور الربع ساعه الاولى في التمرين، منعوا الصوت قطع تاني. طب هو في مشكله في الاتصالات؟ خلينا نسمع تشجيعة الزمالك وافريقيا والبطوله والمكسب ان شاء الله ونرجع تاني. افريقيا طول عمرها بيضة وعن قريب، زمالك افريقيا راجع مهما يجيب، اسياد افريقيا جايين من بعيد، عمرنا في يوم ما ننسى قدام عبد الحميد. السادسة يا زمالك زي ما عودتنا، مرة زي جوه وحوش ولا يهمنا، افريقيا طول عمرها بيضة وعن قريب، زمالك افريقيا راجع مهما يجيب. اوه زملكاوي، اوه زملكاوي. هيجيبوا هناك هتافات تشجيعيه للعيبه اللي رجعوا دلوقتي حالا من الفندق، قبل بعد كده ما الجمهور بقى يتجه انتظارا لمباراه بكره ان شاء الله. لعيبه نادي الزمالك اتمرنوا بالفعل، التمرين بدا الساعه 8 مش الساعه 9، تمرين الساعه 8 هنا التوقيت، يعني قبل ميعاد المباراه بساعه اللي مقرر بكره ان شاء الله. والتمرين كان يعني سياج من السريه، يعني ممكن نقول له زياده عن اللازم. منعوا دخول حتى اي صحفي الربع ساعه المقرره من الاتحاد الافريقي لحضور الربع ساعه الاولى في التمرين، منعوا أقوى تغطية لمباريات كرة القدم المحلية والعالمية، كواليس حصرية ولقاءات من داخل الملاعب ننفرد بها. استاد كورة FM. يعني ان شاء الله نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في مباراة بكرة. عايز برضو افكر مستمعينا ان بكرة باذن الله 3 لقاءات في الدوري، المصري والنصر التعدين الساعة 3، وادي دجلة والاتحاد السكندري الساعة 5 في استاد القاهرة، وسموحة ومصر المقاصة الساعة 8 في استاد اسكندرية. وهنتابع مع بعض لقاء الزمالك مع الوداد البيضاوي في لقاء الاياب لدور قبل نهائي الدوري ابطال افريقيا الساعة 10 ان شاء الله. عايز توقعات كل الماتشات كده ونسلم على مستمعينا بقى ونمشي عشان نلحق نروح ننام ونيجي بكره ان شاء الله. كابتن سامي بكره المصري والنصر التعدين. المصري. كابتن شادي المصري. وادي دجله والاتحاد السكندري هنا في القاهره في استاد القاهره. انا دجله. الشادي. الماتش ده تعادل. الاتحاد السكندري وادي دجله. سموحه والمقص. سموحه.
يعني الاختبارات اللي انت عاملها مش اختبارات انتوا على فكره يعني ما عشان بكره نيجي عشان كده نعمل مكافآت. دي كانت حلقتنا النهارده في كوره اف ام. تابعنا لقاءين في بطوله الدوري، لقاء داخليه مع بتروجيت والتعادل الايجابي 1-1. تابعنا كمان لقاء حلو قوي، لقاء امبي والشرقيه، وكان لقاء فيه فرص وفيه اهداف، 4 اهداف، واللقاء كان مفتوح جدا وفيه كوره حلوه، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2. بشكر كل زملائي النهارده في الاستوديو التحليلي، وايضا من خلال الاخراج والاعداد والمراسلين والمعلقين، كل الناس طبعا بشكرهم شكرا جزيلا. بشكر مستمعينا اللي بيتابعونا دايما من خلال استاد كوره اف ام 108. بشكر كابتن سامي، بشكرك كابتن سامي. كابتن شادي بشكرك. انا بشكرك شكرا جزيلا، وابقى سعيد معاك مع الكابتن. الله يخليك. بكره عندنا يوم طويل ان شاء الله في استاد كوره اف ام، هنبدا الساعه 2 ومستمرين مع بعض لغايه ان شاء الله مباراه نادي الزمالك بالليل الساعه 10. يعني الاستوديو هيخلص على 1 بالليل كده باذن الله. بشكر كل طاقم العمل، احمد امام وعمر البدري وكل المهندسين الصوت النهارده اللي كانوا موجودين معانا، الهندسه الاذاعيه. بشكر كمان مصطفى نوير موعد استاد كوره اف ام النهارده. بشكر محمد عبد الله المنسق العام من NBA. بشكر سناء الحلواني مخرجه استاد كوره اف ام. كمان بشكر اسلام صادق رئيس التحرير، وبشكر كل المستمعين، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله الساعه 2 الظهر ولقاءات الدوري المصري واستاد كوره اف ام.